أنا اسمي نرمين، عندي 27 سنة، وأنا دلوقتي حصل لي موقف محرج أذيني ومش عارفة أعمل إيه. الموضوع ده بدأ من شهر ونص بالظبط، لما سبت شغلي في الشركة اللي كنت شغالة فيها، وبقالي أكتر من شهر بدور على شغل ومش لاقية. ساعتها اضطريت إني أسيب شقتي الصغيرة في مدينة نصر وأروح أقعد مع أختي الكبيرة سارة في الشيخ زايد. سارة أكبر مني ب5 سنين، وهي متجوزة من 4 سنين، راجل كويس ومحترم على حسب ما كنت شايفاه. هو مهندس وبيشتغل من البيت معظم الوقت، وأختي دكتورة بتشتغل في مستشفى وبتشتغل شفتات طويلة، ساعات بتفضل في المستشفى لحد الفجر وساعات بتفضل طول الليل. لما قررت أسيب شقتي كنت فعلا في حالة نفسية صعبة، عشان كنت لسه منفصلة عن خطيبي اللي كنت مرتبطة بيه. الانفصال ده كان صعب عليا قوي. أول ما اتصلت بسارة وحكيت لها، قالت لي: يا نرمين، انتي أختي، وإيه اللي يمنعك تيجي تعيشي معانا؟ البيت بيتك يا حبيبتي، هو أنا وجوزي هنبقى مبسوطين لو انتي معانا. كلامها طمني قوي، لأني فعلا كنت محتاجة حد يسندني في الوقت ده. وأول ما رحت عندهم، سارة استقبلتني بحضن دافي وقالت لي: البيت بيتك يا نرمين، وإحنا مبسوطين إنك معانا. وجوزها كان واقف مد إيده وسلم عليا بشكل محترم قوي، وقال لي: أهلا بيكي يا نرمين، البيت نور بيكي. وكان صوته هادي وجميل. البيت كان حلو قوي، كانت شقة واسعة فيها 4 أوض وصالة كبيرة. أختي دخلتني أوضة الضيوف، كانت أوضة لطيفة فيها سرير مريح ودولاب كبير ومكتب صغير، وقالت لي: دي أوضتك يا نرمين، ارتاحي فيها واعتبري نفسك في بيتك. أول أسبوع كان عادي، أنا كنت بقعد في أوضتي وبحاول أساعد أختي في شغل البيت دايما عشان ما أحسش إني تقيلة عليهم، وكنت بصحى بدري أنظف البيت وأغسل المواعين وأروق الشقة. جوزها كان بيسلم عليا الصبح وبالليل، وكل واحد فينا في حاله. كنت بلاحظ إنه شخص هادي، وده كان مريحني في الحقيقة. كان بيقعد معظم الوقت في مكتبه بيشتغل على الكمبيوتر بتاعه. وفي الأسبوع التاني بدأت ألاحظ حاجات صغيرة فكرتها عادية، بس بعدين بدأت تقلقني قوي. كنت بصحى بدري عشان أعمل فطار لأختي قبل ما تروح الشغل، ولقيت جوزها بدأ يصحى بدري هو كمان، وبقى يقعد معايا في المطبخ وأنا بحضر الأكل. في الأول كان بيقولي إن هو عايز يعمل قهوة، بعدين بقى يقعد يتفرج عليا وأنا بطبخ ويقولي: ريحة الأكل حلوة، انتي شاطرة في الطبخ. كنت بتكسف وبشكره، بس جوايا كنت حاسس بحاجة غريبة، مش عارفة أوصفه بالظبط. بعد كام يوم لاحظت إنه بقى يسألني أسئلة شخصية أكتر من مرة: انتي كنتي مرتبطة قبل كده؟ قلت له: أيوة، كنت مخطوبة بس انفصلت. قال لي: ليه يعني حد يسيب واحدة زيك؟ الطريقة اللي قال بيها الكلام غريبة وما كانتش مريحاني، لأنه كان بيبص على جسمي وهو بيقول لي. مرة تانية كنت واقفة في المطبخ بغسل المواعين، وأختي كانت في أوضتها. جوزها دخل عليا وقال لي إنه عايز ياخد مية من التلاجة، ووقف جنبي قدام الحوض ومد إيده يفتح التلاجة، بس حسيت بكتفه بيلمس في كتفي، وفضل واقف كده لثواني وقال: داق بسرعة. ولما بصيت عليه لقيته بيبص ليا بنظرة مش عارفة أوصفها. وفي يوم وأنا واقفة قدام البوتاجاز بقلب في البيض، حسيته إنه واقف ورايا قوي. قال لي: عايزة أجيب ملح من الدولاب اللي فوقك ده، ومد إيده جنبي بشكل خلاني أحس إنه قريب مني قوي، لدرجة إنه إيده لمست جسمي وحسيت بنفسه على رقبتي. قلبي دق بسرعة رهيبة، بس قلت لنفسي: يمكن أنا اللي بتخيل حاجات مش موجودة، يمكن عشان المطبخ ضيق شوية وهو مش قاصد. بس الأحداث ما وقفتش عند كده، وبعدها بأيام أختي كان عندها شغل بالليل وهتفضل في المستشفى لحد الصبح. قعدت أنا وجوزها لوحدنا في البيت لأول مرة. قعدت في أوضتي وقفلت الباب عليا، وقعدت على الكمبيوتر أدور على شغل، وكنت ببعت السي في بتاعي لكذا شركة. وجعت ساعتها، قمت دخلت المطبخ وبدأت أحضر حاجة للعشاء، ولقيت جوز أختي داخل عليا وقال لي: قاعدة لوحدك ليه؟ تعالي نتعشى مع بعض في الصالة. قلت له: لأ، أنا مش جعانة قوي. قال لي: انتي شكلك مش عايزة تقعدي معايا شوية، أنا حاسس إني مش بتكلم معاكي، وإنتي أخت مراتي ومن حقك تحسي إن ده بيتك. ما قدرتش أرفض تاني من غير ما يبقى الموضوع واضح إني بتجنبه، فقلت: ماشي، بس أنا أخلص الأكل الأول. خلصت الأكل ورحنا قعدنا في الصالون. قعدت معاه في الصالون، بس كنت متوترة. كان بدأ يسألني عن العلاقات العاطفية، بدأ يقول لي: هو في حد في حياتك دلوقتي؟ قلت له: بصراحة أنا كنت مرتبطة وانفصلت. قال لي: إزاي حد يسيب واحدة زيك كده؟ أنتي جميلة وذكية ومتربية قوي. كلامه خلاني أتكسف. قال: أنا لو كنت مكانه ما كنتش هسيبك أبدا. اللحظة دي حسيت إنه عدى حدوده، وقلت له: أنت متجوز أختي ومش من حقك تقول الكلام ده. حاول يضحك ويقول: أنا بهزر، ما تاخديش الكلام كله بجد.
بس عينه كانت بتقول حاجة تانية. قمت بسرعة وقلت له أنا تعبانة شوية، هروح أنام. طلعت أوضتي وقفلت الباب من المفتاح، وقلبي كان بيدق بسرعة رهيبة. قعدت على السرير وبدأت أفكر، هل اللي حصل ده حقيقي؟ هو فعلا عاوز يقرب مني بطريقة غلط، ولا أنا اللي بتخيل حاجات؟ فضلت صاحية طول الليل مش عارفة أنام. كنت بسمع صوت جوز أختي وهو بيتحرك في البيت، وهو بيقفل النور في الصالة وبيدخل الأوضة، وكل شوية كنت بتخيل إنه جاي ناحيتي، فكنت بقوم أتأكد إن الباب مقفول. أقول كويس. بقيت أحس إنه بيدور على أي حجة عشان يكون قريب مني. مرة طلب مني إني أساعده في ترتيب المكتبة اللي في الصالة، ولما كنت واقفة على السلم وهو ماسك السلم عشان ما أقعش، حط إيده على ظهري وإيده راحت تحت شوية على وسطي كده، ولما بصيت له بنظرة غريبة شال إيده بسرعة وقال كنت خايف تقعي. مرة تانية دخل عليا الأوضة من غير ما يخبط على الباب، وأنا قاعدة لابسة البيت اللي كان شورت قصير وتي شيرت خفيف خالص، وشعري كان سايب. اتفاجئت ولقيته واقف على الباب وبيبصلي في عينيا، عينه كأنها بتتحرك على جسمي بطريقة واضحة قوي. التي شيرت كان شفاف. حسيت إنه بيبص على جسمي بطريقة خلتني أحس إني عريانة. قلبي وقف من الخوف. لقيته بسرعة وأنا واقفة مش لاقية الريموت، قلت يمكن تدور عليه بكرة. بس هو ما بعدش، بالعكس قرب أكتر، وقال بصوت أنا ملاحظ إنك بتتجنبني. أنا عملت حاجة غلط؟ قلت له لأ خالص، أنا بس مش حابة أكون تقيلة عليك. قال لي أنت مش تقيلة خالص، بالعكس. ومد إيده ولمس شعري بشكل خلاني ارتعشت، وراح حط إيده على رقبتي. حسيت بلمسته. قلت له أنا بشيل إيده، ده مش مظبوط، أنا أخت مراتك. شال إيده بسرعة وقال أنا آسف، مقصودش حاجة، أنا بس كنت شايف شعرك واقع على وشك. المهم رجعت أوضتي وأنا قلبي بيدق بسرعة رهيبة. قفلت الباب من المفتاح مرتين، وحطيت الكرسي ورا الباب، وقعدت على السرير وأنا بعيط من الخوف. مش عارفة أقول لأختي إيه. لو قلت لها أكيد مش هتصدقني، أو ممكن أبقى السبب في خراب بيتها. ولو سكت مش عارف جوز أختي ممكن يعمل إيه بعد كل ده. فضلت أفكر طول الليل، وقررت إني لازم أبعد عن الموقف ده بأي شكل. وتاني يوم الصبح بعت لكذا واحدة من أصحابي لو حد يقدر يستضيفني لحد ما الاقي شغل، بس كلهم اعتذروا. بدأت أدور على شقق مشتركة على النت، لكن كل ما أفتكر الموقف أحس بخوف من جوز أختي، مش خوف من نفسي كمان، لأني ممكن في أي لحظة أضعف وما أقدرش أقاوم، وإني أكون السبب في تدمير حياة أختي. في اليوم اللي بعده كنت في المطبخ بعمل الغداء، وأختي كانت نايمة في أوضتها. كنت فاكرة إن جوزها طلع بره. شفته وهو لابس ومستعد يخرج، فنزلت المطبخ وأنا مطمنة إن جوزها مش تحت. ولما سمع صوت الأكل وهو بيستوي نزل على المطبخ ودخل وقال ريحة الأكل تحفة، بتطبخي إيه؟ ووقف على باب المطبخ وأنا بقلب في الأكل. حاولت أتجاهله لأني كنت لابسة فستان طويل. الفستان كان ساترني، بس كان خفيف شوية، لأن المطبخ كان على طول الجو فيه حر، وأنا كنت بحب ألبس حاجات خفيفة في المطبخ، بس جسمي كان واضح من تحت القماش. وفجأة حسيت بجوز أختي واقف ورايا. قبل ما أتحرك وأقول أي حاجة لقيت إيديه على وسطي من ورا، وجسمه لزق في ظهري. اتصدمت تماما، جسمي كله اتشل وصوتي ما طلعش. حسيت جسمه على ظهري، وحسيت بنفسه على رقبتي. قلبي دق بسرعة رهيبة، وقال بصوت جنب ودني أنا مش قادر أستحمل، أنا بحس إنك عارفة إني منجذب ليكي قوي، وأنا شايف إنك مش كارهة زقيته بكل قوتي ولفيته وقلت له بصوت عالي أنت بتعمل إيه؟ أنت جوز أختي، أنا أختي نايمة وممكن أصحيها. بصلي بنظرة خوف وقال لي أنا آسف فعلا، أنا حاسس إني مش كويس دلوقتي، أنا بمر بضغوط في الشغل. قلت له أنت لو إنسان محترم ما تقربش مني تاني، وأنت هتعمل إيه لو قلت لأختي؟ قال لي أرجوكي ما تقوليلهاش أي حاجة، أنا غلطان، أنا ندمان بس، وقال لي هتخربي بيتي وهتدمري حياة أختك. وفعلا كان عنده حق في كل حاجة. أنا لو قلت لأختي هيبقى كلامي ضد كلامه، وأختي مش هتصدقني، وممكن تفتكر إني بغار عليها أو بحاول أخرب حياتها، لأن جوزها شاطر في التمثيل، لأنه محترم. وبعد الموقف ده بقيت قافلة على نفسي الأوضة. كنت بطلب أكل من بره وباكله في الأوضة، بس أختي لاحظت التغيير ده في تصرفاتي وسألتني أكتر من مرة مالك؟ حاسة إنك مش مبسوطة؟ في حاجة ضايقتك؟ قلت لها لأ، أنا بس مضغوطة عشان مش لاقية شغل وحاسة إني تقيلة عليكم. قالت لي لأ، إحنا مبسوطين إنك معانا، وجوزها كمان بيقول لي إنك بتساعديني في البيت وكده، وإن أختك كويسة. الموقف الأصعب حصل لي من أسبوع بالظبط. أختي كان عندها شغل وقالت لي أنا هفضل في المستشفى لحد بكرة الصبح، اتعشي أنتي وجوزي وخدي بالك من نفسك.
كلامها خلاني أحس بخوف قوي إني هبقى لوحدي مع جوز أختي تاني، وقررت إني مش هنزل من أوضتي خالص. المرة دي حضرت سندوتشاتي وحطيتهم في أوضتي وقفلت الباب من المفتاح، وقعدت على السرير أتفرج على المسلسل، ولبست تي شيرت وشورت قصير، بس أنا طبعا مش ناوي أخرج من الأوضة. وجت الساعة 10 بالليل، سمعت صوت الباب بتاع أوضتي بيخبط. قلبي وقف من الخضة. صوت جوز أختي جه من بره: نرمين، في مشكلة في التكييف بتاع الصالة وأنا مش عارف أظبطه، ممكن تيجي تشوفيه معايا؟ عارف إن دي مجرد حجة، بس خفت إني لو منزلتش يبقى واضح إني بتجنبه، وممكن يزعل ويقول لأختي إني مش مبسوط في البيت. ففتحت الباب وقلت له ماشي، هشوف المشكلة. نزلت معاه وأنا حاسة بتوتر شديد، قلبي بيدق. راح للصالة وفعلا التكييف كان شغال، بس بيطلع هوا دافي. قلت له يمكن في مشكلة في الريموت أو إعداداته ده. المهم مسكت الريموت وجربته، حسيت بوجوده ورايا قوي. بصيت في المراية اللي قدامي ولقيته واقف ورايا بالظبط. عينه كانت بتبص على جسمي بوضوح قوي. التيشيرت كان شفاف، حسيت انه بيبص على جسمي بطريقة خلتني احس اني عريانة. قلبي وقف من الخوف. لفيت بسرعة وانا واقفة مش لاقية الريموت. قلت يمكن تدور عليه بكرة، بس هو ما بعدش، بالعكس قرب اكتر وقال بصوت: انا ملاحظ انك بتتجنبيني، انا عملت حاجة غلط؟ قلت له لا خالص، انا بس مش حابة اكون تقيلة عليك. قال لي انتي مش تقيلة خالص، بالعكس. ومد ايده ولمس شعري بشكل خلاني ارتعشت، وراح حط ايده على رقبتي. حسيت بلمسته. قلت له وانا بشيل ايده: ده مش مظبوط، انا اخت مراتك. شال ايده بسرعة وقال: انا اسف، ما اقصدش حاجة، انا بس كنت شايف شعرك واقع على وشك. المهم رجعت اوضتي وانا قلبي بيدق بسرعة. قفلت الباب بالمفتاح مرتين وحطيت الكرسي ورا الباب، وقعدت على السرير وانا بعيط من الخوف. مش عارفة اقول لاختي ايه. لو قلت لها اكيد مش هتصدقني، او ممكن ابقى السبب في خرب بيتها، ولو سكت مش عارفة جوزها ممكن يعمل ايه. بعد كل ده فضلت افكر طول الليل، وقررت اني لازم ابعد عن الموقف ده باي شكل. وتاني يوم الصبح بعت لكذا واحدة من اصحابي لو حد يقدر يستضيفني لحد ما الاقي شغل، بس كلهم اعتذروا. بدأت أدور على شقق مشتركة على النت، لكن كل ما أفتكر الموقف اللي حصل أحس بخوف من جوز أختي، مش خوف من نفسي كمان، لأني ممكن في أي لحظة أضعف وما أقدرش أقاوم، وإني أكون السبب في تدمير حياة أختي. في اليوم اللي بعده كنت في المطبخ بعمل الغدا، وأختي كانت نايمة في أوضتها. كنت فاكرة إن جوزها طلع بره، شفته وهو لابس ومستعد يخرج، فنزلت المطبخ وأنا مطمنة إن جوزها مش تحت. ولما سمع صوت الأكل وهو بيستوي نزل على المطبخ ودخل وقال: ريحة الأكل تحفة، بتطبخي إيه؟ ووقف على باب المطبخ وأنا بقلب في الأكل. حاولت أتجاهله لأني كنت لابسة فستان طويل. الفستان كان سترني، بس كان خفيف شوية لأن المطبخ كان على طول الجو فيه حر، وأنا كنت بحب ألبس حاجات خفيفة في المطبخ، بس جسمي كان واضح من تحت القماش. وفجأة حسيت بجوز أختي واقف ورايا. قبل ما اتحرك وأقول أي حاجة لقيت إيديه على وسطي من ورا، وجسمه لزق في ظهري. اتصدمت تماما، جسمي كله اتشل وصوتي ما طلعش. حسيت جسمه على ظهري وحسيت بأنفاسه على رقبتي. قال لي بصوت جنب ودني: أنا مش قادر أستحمل، أنا بحس إنك عارفة إني منجذب ليكي قوي، وأنا شايف إنك مش كارهة ده. زقيته بكل قوتي ولفيت وقلت له بصوت عالي: أنت بتعمل إيه؟ أنت جوز أختي، أنا أختي نايمة وممكن أصحيها. بصلي بنظرة خوف وقال لي: أنا آسف فعلا، أنا حاسس إني مش كويس دلوقتي، أنا بمر في ضغوط في الشغل. قلت له: أنت لو مش إنسان محترم ما تقربش مني تاني، وأنت هتعمل إيه لو قلت لأختي؟ قال لي: أرجوكي ما تقوليش ليها أي حاجة، أنا غلطان، أنا ندمان بس. وقال لي: هتخربي بيتي وهتدمري حياة أختك. وفعلا كان عنده حق في كل حاجة. أنا لو قلت لأختي هيبقى كلامي ضد كلامه، وأختي مش هتصدقني، وممكن تفتكر إني بغير عليها أو بحاول أخرب حياتها، لأن جوزها شاطر في التمثيل، لأنه محترم. وبعد الموقف ده بقيت قافلة على نفسي الأوضة. كنت بطلب أكل من بره وباكله في الأوضة. بس أختي لاحظت التغيير ده وسألتني أكتر من مرة: مالك؟ وأنا مش عارفة أقول لها إيه. يا ريت تقوليلي أعمل